الآن ننتقل إلى إذاعة من داخل الكنيف من أمام السيفون إلى عمي تبون. قبل الانتخابات الجزائرية بكام يوم عمك تبون وقف مسك الحديدة وشد أستك اللباس فالظهر لسعه. قالك لو بس مصر تفتح لنا الحدود هتعمل ايه يا اسطى؟ قالك هندخل مستشفيات ميدانية ودكاترة، وهو ما عندوش حضانات للأطفال في بلده. الفاجر اللي بيدوخ عنده وبيقع على باب المستشفى بيشمموه بصلة. حجم التبادل التجاري ما بين الجزائر وتونس والكيان مرعب يا راجل، ده فاضل يصدروا لهم حمالات البرا. يا اخويا انا عمري ما شفت مظاهرة ولا مسيرة في دولة عربية الهتافات فيها بالفرنساوي. ميدي موا كاسكي تي في ان ايجيبت. انا عارفة ان الفرنساوي عندكم اسلوب حياة، جيتوا مصر جربتوا الصعيدي من باب التغيير يعني. الغريبة يا اخويا لما جيت دورت لقيت ان ليبيا هي اللي منعت القافلة، لان انتوا ما وصلتوش مصر اصلا. العيال اللي كانت في اسماعيلية كانوا داخلين بتأشيرات سياحة وبقالهم فترة هنا، لكن القافلة نفسها وقفت في سرت، فاكره يالا بتاع الخط الاحمر. فقمت سايب انت بقى المشير خليفة حفتر اللي منيمك في شنطة العربية بقالك 3 ايام، لدرجة انك نشرت اللباس بتاعك على ضفيرة الكهرباء. تمسك فينا احنا؟ الله، هو انا زعلتك؟ هو انا جيت جنبك ولا هي تمحيك؟ وكلمة أخيرة للجزائريين، الصحراء الغربية مغربية